أهلا بيكم في حلقة جديدة من موتور بالعقل. النهاردة معانا موتوسيكل حصل على كلام كتير الفترة اللي فاتت، هوجن 200. هنعرف هل فعلا يستاهل ولا لأ، هندوس على المواصفات، نمشي نعرف المميزات، نكشف العيوب، وفي الآخر فيردكت صريح. لو لأول مرة هنا اعمل لايك واشترك وفعل الجرس عشان ما يفوتكش أي فيديو. الهوجن 200 شخصية موجهة للناس اللي بتحب مزيج بين الراحة والأداء المعقول في فئة ال 200 سي سي، سواء للتجوال في المدينة أو طلعات الجمعة. تعال نشوف سوا. قبل ما أركب عليه نبص بسرعة على أهم الحاجات اللي تهم أي راكب. المحرك في الفئة ال 200، ناقل حركة يدوي، شاسي متوازنة، تعليق مناسب للطرق المصرية، ومقعد مريح نسبياً. لو حابب أجيب لك المواصفات بالأرقام الدقيقة، قوة، عزم، وزن، طول قاعدة العجلات، أضيفهم في آخر الفيديو أو بوصف الفيديو. شكل الهوجن عملي وجذاب، من الأمام لحد الخلف ليه ستايل عصري مش تقليدي، خطوط حادة لكن بسيطة. الخامات في الأجزاء اللي باينة كويسة بالنسبة للسعر، والكروم للدهان ليه لمعة كويسة. الطقم العدادات واضح وسهل القراءة، موضوع مهم لما تكون ماشي في الزحمة. خليت أول خروج ليا معاه في شوارع القاهرة، والاختبار كان مزيج بين زحمة وتوسع طريق. تسارع الهوجن في التربو المتوسطة منيح، يناسب إزاحة 200، مش سباق، لكن يعطيك دفعة كافية للتخطي في المدينة. الثبات كويس على السرعات المتوسطة، والتوجيه مكتوب له وزن كويس يخليك مركز. من ناحية التعليق ممتص جيد للمطبات المتوسطة، لكن لو طريق وحش جدا هتحس بنبضات أحيانا، عادية في الفئة دي. المقعد مريح لفترات متوسطة، ركوب ساعة ونص كان مقبول، واليدين والقدمين في وضعية مريحة للركوب اليومي. الفرامل جاية بفعالية جيدة، خصوصا لو الموديل فيه ديسك قدام وخلف. مهم تتأكد من وجود ABS لو بتدور عليه. المميزات اللي عجبتني: تصميم عملي ومطلوب للسوق، راحة جلوس مناسبة للرحلات القصيرة والطويلة، استهلاك وقود معقول بالنسبة لفئة 200، سعر منافس حسب الفئة والتجهيزات. العيوب والنقاط اللي محتاجة تنتبه ليها: زي ما في مميزات، في شوية حاجات لازم تكون واعي بيها. العزل الصوتي للموتور مش الأفضل، ممكن تحس بضوضاء على سرعات عالية. لو بتدور على أداء رياضي عنيف، ده مش المكان ده. الهوجن محافظ على طابع عملي، جودة بعض البلاستيك الداخلي ممكن تكون أفضل. قطع الغيار وخدمة ما بعد البيع مرتبطة بتوفر الوكلاء في منطقتك. نصيحة: اتأكد قبل الشراء. الموتوسيكل بيجي بمميزات عملية زي حوامل لحمل الشنطة، عداد واضح، وإضاءات مناسبة. لو بتدور على تحديثات، زودته بوكس خلفي أو واقي كاوتش ممكن يحسن الاستخدام اليومي. لو ميزانيتك في حدود الفئة المتوسطة وعايز موتوسيكل عملي للمدينة مع إمكانية طلعات بسيطة، الهوجن 200 خيار محترم. لكن لو بتدور على أداء رياضي أو جودة فخمة جدا، ممكن تبص على خيارات تانية في نفس الفئة أو أعلى. هوجن 200 موتوسيكل عملي مناسب لفئة كبيرة من المستخدمين، بيقدم توازن كويس بين الراحة والتكلفة. مش الأفضل في كل حاجة، لكنه واقعياً بيقدم قيمة محترمة مقابل السعر. التقييم بتاعي 7/10. لو بتحب الراحة والاقتصاد والتصميم العملي هتلاقيه مناسب. لو عايز فيديو مقارنة بين الهوجن وبديله في نفس الفئة، اكتب لي في الكومنت موديلات تحب أقارنها بيه. ولو عجبتك المراجعة دوس لايك واشترك وفعل زر الجرس، وشارك الفيديو مع صاحبك اللي بيفكر يشتري موتوسيكل. أشوفكم في الفيديو الجاي، سلام. وما توقفش، بنزين دايما.